سكت المخدرات ريحه بين اللفين. إحنا وصلنا ما فيش احترام لا لكبير ولا أي حد. إحنا كان على أيامنا لو رجل كبير قال بس، ولا شخط في الوحدة مقنش يرفع عينه فيه. رسالة من حفيده الجد. راجل عنده 80 سنة يتعمل فيه كده ليه؟ النهارده الجدي رجل مسن عمره 80 سنة اضرب وتعور لمجرد أنه رفض الغلط قدام بيته. قال كلمة حق: ممنوع بيع المخدرات قدام بيت. الرد كان اعتداء وحشي من 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء. 118 غرزة في وشه وبطنه، جروح في الجسد متفرقة. راجل كبير، مكانه الاحترام والتقدير، تكافئ على شجاعته بالإهانة والدم. اللي حصل مش بس اعتداء على شخص، ده اعتداء على قيمنا، على إنسانيتنا، على الأب والجد. نطالب كل مسؤول وكل إنسان عنده ضمير ياخد موقف واستغاثة إلى مركز شرطة النبروه والجهات المختصة والرأي العام. نطالب بالتدخل الفوري من الجهات الأمنية. القبض على المعتدين. محتاج دعائكم ومحتاج صوتكم يوصل معانا عشان حقه ما يضيع. سكت المخدرات ريحه بين اللفين. إحنا وصلنا ما فيش احترام لا لكبير ولا أي حد. إحنا كان على أيامنا لو رجل كبير قال بس، ولا شخط في الوحدة مقنش يرفع عينه فيه. رسالة من حفيده الجد. راجل عنده 80 سنة يتعمل فيه كده ليه؟ النهارده الجدي رجل مسن عمره 80 سنة اضرب وتعور لمجرد أنه رفض الغلط قدام بيته. قال كلمة حق: ممنوع بيع المخدرات قدام بيت. الرد كان اعتداء وحشي من 3 أشخاص بالأسلحة البيضاء. 118 غرزة في وشه وبطنه، جروح في الجسد متفرقة. راجل كبير، مكانه الاحترام والتقدير، تكافئ على شجاعته بالإهانة والدم. اللي حصل مش بس اعتداء على شخص، ده اعتداء على قيمنا، على إنسانيتنا، على الأب والجد. نطالب كل مسؤول وكل إنسان عنده ضمير ياخد موقف واستغاثة إلى مركز شرطة النبروه والجهات المختصة والرأي العام. نطالب بالتدخل الفوري من الجهات الأمنية. القبض على المعتدين. محتاج دعائكم ومحتاج صوتكم يوصل معانا عشان حقه ما يضيع.